ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ورمضان كريم عليكم. هنعمل بقى الاكلات الاقتصاديه المصريه على اصولها، المسقعه. إيه، في ناس بتعملها تبقى حاميه قوي لدرجه ان انتي مش قادره تاكليها، وناس تانية بتعملها مايعه قوي لدرجه ان انتي مش قادره تحطيها في بقك. احنا بقى النهارده هنفصل في النص. انا بفرح قوي لما حد يقول لي إيه، نفسي اكل مسقعه من ايدك، او وحشتنا المسقعه بتاعتك. وكمان بتبقى خفيفة. احنا في رمضان مش محتاجين حاجة متسبكة ومعاها حاجة مقلية في نفس الوقت، لان كده هتطلعي نار من بقك. احنا عاوزينها تكون كل حاجة شاربة من بعضها، وطعم الثوم والتوابل والخل والحاجات دي ظاهر فيها، وفي نفس الوقت تتمسح زي ما انت شايفة كده. معايا البتنجان تختاريه طري علشان خاطر ما يكونش مبذر وبيمرر وبيبقى مش حلو. التوم متقطع كبير، وهقولك ليه دلوقتي. التوابل هكتبالك على الشاشة واحنا بنحطها: طماطم، فلفل اخضر وفلفل احمر، كل حاجة لوحدها لان كل واحد له طعم مستقل. معلقتين زيت ومعلقتين خل. البتنجان مش هنقشره كله عشان برضو نستفاد من الغذاء بتاعه. هنقطعه بالطول، وهتشوفي فايدة التقطيعة دي ان المعلقتين الزيت دول هيفضلوا معانا للاخر محتفظين بنفسهم، مش هينشفوا ولا البتنجان هيشربهم ولا اي حاجة. انا مش هحط ولا نشا ولا دقيق، لان انا عايزة اسهل على نفسي واختصر وتبقى اقتصادية، ما تعبش نفسي فيها. هقطع الفلفل الاحمر لوحده والفلفل الاخضر لوحده. انا هختار حلة واسعة علشان خاطر البتنجان ما يبقاش فوق بعضه، لا يبقى مفرود ويتحمر معايا. هنا الميكس الفلفل الاحمر مع الثوم طعمه بيبقى اقوى جدا، وريحته بتبقى احلى مليون مرة من ان انت تقلي الثوم لوحده. هنزل بالبتنجان. انا ما حطيتش على البتنجان ملح ولا خليته يصفي ميته، انا مش عايزاه يصفي ميته. انا هحطه كده على نار عالية بحيث ان هو يحبس كل المية بتاعته جواه. انا عايزة استفاد من كل يعني القيمة الغذائية اللي هي موجودة فيه، مش عاوزة اصفيه. بس لما لونه هيتغير كده انا هنزل ببقية الفلفل، علشان خاطر يتقلى هو كمان معاه. في الخطوة دي بتقدري تتحكمي براحتك انك تسيبيه اكتر يتقلى او يبقى نص قلية. انا بحب نص قلية كده علشان البتنجان بيبقى زي الزبدة. انت عاوزاه متنشف بتقليه اكتر براحتك. بصي، معلقتين الزيت لسه ظاهرين في البتنجان، ولا اشربهم ولا اي حاجة خالص. هنزل ببقية التوم، وانا مقطعة التوم كبير عشان خاطر طول ما انا بشوح فيه التوم ما يتحرقش ويمرر، لان البتنجان طبعا هياخد وقت على النار، فانا مش عاوزة التوم يتحرق معايا. بس وهنزل بقى بالتوابل، مش هسيبها. بص، هو نص دقيقة كده او اقل كمان، يا دوب تقليبة وخلاص. هحط الطماطم، اهم حاجة فيها القرفة المطحونة ومعلقة السكر. إيه يعني في اي حاجه فيها صلصه احنا بنحط معلقه سكر صغيره، لا في المسقعه نخليها كبيره شويه. بصي هنا بقى، بدل ما كان يبقى شارب معاكي زيت، لا هو شارب توابل وتوم وفلفل. وهنا الخل هنحطه الطشه دي بقى، بصوا حرفيا بتقلب الدنيا، ريحتها بتبقى تحفه قوي. الطماطم انا ما سبكتهاش لان هي على ما تاخد وقتها وتتسبك براحتها يكون البتنجان استوى معاها. انا دلوقتي سبتها على النار لحد ما الطماطم اتسبكت، ما بتاخدش 5 دقايق. وهنزلها في صينية، وادخلها الفرن على درجة حرارة 180، واسيبها نص ساعة. انتي بقى يعني تتحكمي براحتك، عاوزة تسبكيها اكتر من كده براحتك، مش هتبقى حامية ولا اي حاجة، لان احنا ادينا لكل حاجة فرصتها في السوى، ما نشفناش حاجة قبل حاجة وحطيناهم على بعض. بس وبيبقى طعمها حلو قوي وما بتبقاش ولا شاربة زيت، وصحية، ولا يعني البتنجان فقد قيمته. اهم حاجة مفيش بصل ولا كزبرة ولا كمون ولا سمنة، لان كده هتقلب معاكي على خلطة محشي. وبألف هنا وشفا. بس لو عجبتك ادعيلي.